السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا التحديث الجديد ل SK Unlocker فيرجن 15. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة معانا التحديث الجديد لأداة SK Unlocker فيرجن 15. مبدئيا ازاي نقدر نعمل تحديث، يعني لو انا مشترك ازاي اقدر اعمل التحديث. هنتخيل ان ده تحديث فيرجن 14 اللي هو موجود عند الناس دلوقتي. فاول حاجة بنعملها بنيجي نفتح الاداة بشكل طبيعي جدا. لما تيجي تفتح فيرجن 14 هيفتح معاك بالمنظر اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هتفتح معاك واجهة التحديث، مش هتحتاج اي حد تسأله. الموضوع سهل، وسهلنا الموضوع بشكل كبير جدا. طيب ايه اللي انت هتعمله؟ عندك طريقتين انك تعمل تحديث. اول حاجة من خلال الرابط ده، هتضغط هنا كده هيبدأ يحولك على الرابط علشان تقدر تحمل الأداة. يبقى اول طريقة انه بيحولك على رابط زي ما حضراتكم شايفين، تقدر تحمل الأداة داونلود وخلاص هتثبت الأداة بشكل طبيعي جدا. طيب ايه هي الطريقة التانية؟ الطريقة التانية انك تقدر تحمل الأداة بشكل مباشر من غير ما تروح للرابط بالضغط على الزرار ده. يعني لو ضغطنا هنا كده هيبدأ يتصل بالسيرفر ويبدأ يحط لك الأداة على الديسكتوب بالشكل ده، وبعدها تثبت الأداة زي أي برنامج، مفيش أي مشكلة. يبقى دلوقتي التحديث بتاعنا من خلال طريقتين، يا إما من خلال الرابط اللي فوق ده بنضغط على أبديت ناو هيحولك للرابط زي ما حضراتكم شايفين. تمام. الطريقة التانية اونلاين، تقدر تضغط من هنا كده هيبدأ يحمل معاك ويحط لك ملف الاي اكس اي على الديسكتوب. كل اللي عليك بعد كده انك بتقوم بالتثبيت فقط. تمام. الخبر الجميل جدا معانا النهارده ان احنا خلاص استغنينا عن ملف الاس كي باك اب اللي كنا بنحطه في السي هنا. لو الناس متابعه معانا، كان في ملف هنا بتاع البوت بنضطر نحطه هنا علشان خاطر الاداه تقرا اللودرات ويظهر الاجهزه معايا. تمام. استغنينا عن الملف خالص وتم رفعه على السيرفر بشكل كامل. طيب بعد ما انتهينا من الابديت، تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الاضافات اللي تم دعمها في الاداة بتاعتنا. اول حاجة هنبدأ نفتح الاداة بتاعتنا الاصدار فيرجن 15 علشان نشوف ايه هي التحديثات الجميلة جدا اللي تم دعمها في الاصدار ده. مبدئيا زي ما حضراتكم شايفين بتفتح معانا الواجهة بشكل طبيعي، وطبعا هنلاقي ان كل البيانات موجودة، مش هنحتاج نكتبها تاني. هنضغط لوج ان فقط. زي ما حضراتكم شايفين الواجهه بتفتح معانا بالشكل ده، ويا ريت نركز في الفيديو ده جدا للناس المشتركين معانا علشان يقدروا يتعاملوا بدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل، ويبقوا عارفين رايحين فين وجايين منين. اول اضافه معانا الحمد لله قائمه براند، وبعد قائمه براند بنروح على ميديا تك، وبعد ميديا تك بنروح على قائمه وان كليك. الناس تاخد بالها هنا يا جماعه، لما دخلت على ميديا تك عندي قائمه فلاش وعندي قائمه وان كليك. تمام. انا هروح على قائمه وان كليك. تمام. ايه اللي موجود عندي جديد هنا؟ اول حاجه عندي هنا تقدر تشيل الام دي ام لاجهزه انفينكس وتكنو الحامله لمعالج الام تي كي. الاضافه اللي بعد كده وكانت اضافه قويه جدا الحمد لله، اننا ضفنا فورمات اولد ام تي كي والاس بي دي للازرار. كل اجهزه الزراير الام تي كي والاس بي دي كلها في ايقونه واحده، تقدر تعمل فورمات ليها بشكل بسيط جدا. طيب تعالوا نجيب جهاز كده ونبدأ نجرب مع بعض ونشوف ايه هي الفكرة والطريقة بتاعتها. فدلوقتي هتقدر تفرمت اي جهاز زراير سواء اس بي دي او ميديا تك، سواء مثلا نوكيا او تكنو او ايتل. فهتقدر تعمل فورمات لكل الاجهزة الزراير دي بطريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة ومن ايقونة واحدة وبدون اي مشاكل بأمر الله. الفكرة كلها سواء المعالج اس بي دي او ميديا تك، خلاص الموضوع سهل، هو نفس الزرار مفيش اي اختلاف خالص. وكاتب لك عليه برضو الازرار بالعربي علشان الناس تاخد بالها وتعرف ان ده لاجهزة الزراير فقط، وطبعا ده لكل اجهزة الزراير سواء اس بي دي او ميديا تك. دلوقتي اول اضافتين معانا هما ازالة الام دي ام من انفينكس وتكنو لمعالج ميديا تك، وطبعا موجود في الاس بي دي اتكلمنا عليه قبل كده. وطبعا ناس كتير جدا جربت ازاله حمايه الام دي ام الاس بي دي والميديا تك على الجروب الخاص بالاداه على الفيسبوك. دلوقتي هنبدا نجرب بشكل عملي ازاي نقدر نعمل فورمات لاجهزه الزراير سواء اس بي دي او ميديا تك.
هنبدأ بشكل عملي ازاي نقدر نفرمت أجهزة الزراير ونشوف الخطوات مع بعض. نفس الطريقة بتمشي على الجهازين سواء SPD أو ميديا تك. هنبدأ أول حاجة بنضغط على الأيقونة بتاعتنا. أول ما يبدأ يقول لي waiting device، هو دلوقتي مستني إن أنا أوصل الجهاز، فهنبدأ نوصل الكابل بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. هيبدأ يقرأ معايا هنا المعالج زي ما حضراتكم شايفين، كتب لي ميديا تك، وهيبدأ يكمل الخطوات بشكل طبيعي، وخلال ثواني بسيطة جدا هيتم فورمات جدا، هيتم عمل فورمات بشكل سريع جدا. بيتم عمل الفورمات سواء SPD او ميديا تك بضغطة واحدة الحمد لله، وبدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل. فبالتالي هتقدر تعمل فورمات سواء لأجهزة الMTK او SPD بضغطة واحدة. الفكرة واحدة وطريقة التوصيل واحدة بدون اي اخطاء. هنبدأ هنا نتكلم عن الإضافة اللي بعد كده، وكانت قوية جدا الحمد لله، وهي لأجهزة شاومي. 90% من أجهزة شاومي تم دعمها اللوك بوتلودر، طبعا حاملة معالج كوالكوم. كل عمليات أجهزة شاومي مدعومة في الأداء عندنا الحمد لله. تمام. طبعا أجهزة فيفو وأجهزة انفينكس، ولسه طبعا قائمة كبيرة جدا هيتم دعمها من الأجهزة. تمام. فكل المعالجات من الشركات المختلفة هيتم إضافتها في الأداء بشكل تلقائي. يعني مش هنبقى محتاجين تحديث علشان الأجهزة تظهر معايا هنا. كل فترة بسيطة جدا هيتم زيادة عدد الأجهزة بشكل كبير جدا. لكن في جزئية مهمة جدا لازم الناس تفهمها أو المشتركين معانا يبقوا فاهمين. لو أنت اخترت جهاز شاومي، نركز في الجزئية دي جدا. لو أنت اخترت جهاز شاومي بالشكل ده كده، أي جهاز تختاره من أجهزة شاومي وتختار أي عملية فيه بالشكل ده، بيتم تحميل اللودر بشكل تلقائي زي ما هنشوف مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، هنا بدأ يحمل اللودر من على السيرفر، وهنا بينتظر انك توصل EDL علشان يكمل العملية. طيب لو انت اخترت اي جهاز من اجهزة شاومي دي والعملية ما تمتش معاك، ايه هي الخطوات اللي ممكن تقدر تعملها؟ الخطوات اللي تقدر تعملها انك بتروح على قائمة كوالكوم. نركز جدا جدا في الجزء ده. لو انت اخترت اي جهاز من اجهزة شاومي او اي موديل تاني وما اشتغلش معاك او حصل اي خطأ لاي سبب، هتبدأ تروح على كوالكوم الصفحة الرئيسية. هنلاقي حاجة عندنا اسمها سيرفر، هنعلم عليها كده. تمام. هتلاقي ان الموديلات ظهرت معاك بالشكل ده. تمام. هتبدأ تروح للجهاز المناسب ليك او اللي انت كنت مختاره، وبعد كده تبدأ تختار الموديل بتاعك بالشكل ده. تمام. وبعد كده تضغط على العملية بتاعتك بطريقة سهلة جدا، ريدج بي تي مثلا، أي عملية محتاج تقوم بيها. والأفضل ريدج بي تي علشان تقدر تشتغل بطريقة احترافية، سواء تشيل FRB أو تفرمط الجهاز. فالموضوع سهل جدا. الفكرة هنا إن هو بيكريت لك ملف XML خاص بالجهاز. ما علينا من القصة دي كلها علشان الناس المشتركين اللي معانا. الفكرة هنا بسيطة جدا. لو أنت دخلت على اي براند من براندات والعمليه ما تمتش معاك، تيجي على قائمه سيرفر وهتبدا تحمل اللودر من السيرفر بشكل تلقائي، وهيقوم معاك بالعمليه بكل بساطه وبكل سهوله. وما ننساش طبعا قائمه يونيفرسال دي، في ناس كتير بتتجاهلها. يا جماعه لازم نكون اخدين بالنا من حاجه واحده. فالفكره هنا مش معنى ان جهاز واحد موجود يبقى الباقي مش موجود. اي جهاز مش موجود معانا هنا مش شرط يكون اسم الجهاز هنا علشان يكون مدعوم. لازم الناس تكون فاهمه. يعني هنا مثلا جهاز انفينكس واحد، هل معنى كده ان اجهزه انفينكس الثانيه هم تقريبا 4 أو 5 اجهزه انفينكس بس هم اللي معالج كوالكوم؟ فالفكره هنا مش معنى ان جهاز واحد موجود يبقى الباقي مش موجود. في قائمه اسمها وان كليك. يعني ايه وان كليك؟ هندخل على كوالكوم، ومن هنا هنلاقي قائمه فلاش وقائمه يونيفرسال في الجنب هنا خالص اهو. هبدا اختار يونيفرسال، هلاقي قائمة وان كليك ظهرت قدامي. يعني من ضغطة واحدة بعمل العملية. تقدر تعمل فورمات كل العمليات اللي انت عايزها لأجهزة كوالكوم، وطبعا بتختار اللودر بشكل تلقائي. فالموضوع مش معنى ان الجهاز اسمه مش موجود فوق يبقى الجهاز مش مدعوم. لا، الجهاز مدعوم عندك. هتقدر تدخل على قائمة وان كليك وتقوم بالعملية بشكل مباشر. الحمد لله تقريبا حوالي من 85 ل 90% من أجهزة كوالكوم أصبح مدعوم معانا في الأداء. طبعا التحديثات مستمرة بشكل دائم بأمر الله. الإضافة اللي بعد كده ومميزة جدا اتكلمنا عليها قبل كده بالنسبة لقائمة سامسونج، هنبدأ ندخل عليها. وبعد كده قائمة أندرويد، هنلاقي عندي الطريقتين اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، وهم طبعا فورمات تابلت T505N
تقدر دلوقتي تفرمطه عن طريق وضع الداونلود بشكل تلقائي بدون تحميل ملف اليوزر داتا. تمام، والكل حمايات وشغالة وتم تحديثها بشكل كبير جدا. طيب الناس اللي ممكن ما تقبلش معاها الطريقة دي هتقدر تروح على قائمة فلاش، ومن قائمة فلاش هتبدأ تختار ملف اليوزر داتا. طبعا وضحنا لناس كتير جدا وتقدر تخرجه من الفلاشة. والناس اللي ما عندهاش يوزر داتا يا جماعة، الملف ده مش سحري، الملف ده موجود في فلاشة عادي خالص، موجود في فلاشة السوفت وير عادي خالص. طيب انت مش عارف تخرجه من الفلاشة، ايه اللي تعمله؟ اختار ملف الاي بي كله. تمام، وشيل علامات الصح من على كل البارتيشنات او الملفات اللي موجودة، وسيب علامة الصح بس على اليوزر داتا. فالموضوع سهل مش صعب خالص. دلوقتي لو انت عندك ملف اليوزر داتا نزله مفيش اي مشكلة. مش عندك ملف اليوزر داتا، اختار ملف الاي بي كله وشيل علامات الصح من على الملفات كلها ما عدا اليوزر داتا. وطبعا هتلاقي اسمه موجود زي قدام حضراتكم بالشكل ده. تمام، وهتفلش التابلت، هيفلش معاك زي ما وضحنا في فيديو خاص بالتابلت ووريناكم الثغرة الجديدة، وتقريبا اول حد شرحها على اليوتيوب. وزي ما عودناكم اول فيديو بيكون توضيحي للاضافات، الفيديو اللي بعد ده بيكون شرح عملي على كل الخواص الجديدة. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصلكم اي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.